احتفل المخرج هادي الباجوري بعد قرانه على الممثلة الشابة هايدي خالد، حيث كشف الثنائي عبر حساباتهم الشخصية على انستجرام صور من الاحتفال، حيث ظهرت هايدي بفستان الزفاف وسيطرت حالة من السعادة والفرح عليهم. وعلق الثنائي على الصور قائلين: كتبنا كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقة. شكرا لكل اللي خلى اليوم بالشكل ده. وانهالت عليهم التعليقات بالتهاني والمباركات لهم. أما عن آخر أعمال المخرج هادي الباجوري، هو فيلم هيبتا، وبيعرض حاليا في السينمات، وبيشارك في بطولة الفيلم نخبة من أبرز النجوم، منهم منة شلبي وكريم فهمي ومحمد ممدوح وجيهان الشماشرجي وسلمى أبو ضيف وكريم قاسم وميان السيد وحسن مالك، مع ظهور خاص للفنانين هشام ماجد وأشرف عبد الباقي. والفيلم مأخوذ عن قصة الكاتب محمد صادق، وكتب السيناريو كل من محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر. وبيستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية، وبيكشف عن رؤية عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا، كما يناقش أيضا طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. وبيجذب الفيلم جمهور جديد إلى جانب محبي فيلم هيبتا، ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة. وكان سبق للمخرج هادي الباجوري الزواج من الفنانة ياسمين رئيس،